دكتور علي قاسم، عم المتوفى. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. يعني ايه اخر كلام عندكم او ايه الموقف دلوقتي عندكم في اسرائيل؟ هو الموقف عندنا احنا يعني الواقعة بالظبط اللي حصلت في هذا الامر ان خالد ده شاب مبرمج وعنده شركة تصدير واستيراد. مبرمج، ايوه، بيشتغل في كمبيوترز يعني. وكان بيجهز لانه يعمل مقطوعات موسيقية لاحد زملائه الامريكان. نعم. فهو وقع في ايده بالمصادفة كليب في مكتب ضابط المباحث في دجابر. شك او يقال ان هذا الكليب فيه بعض التجاوزات. تعذيب يعني وما الى ذلك. مش هجزم هل التجاوزات او غير تجاوزات دي هم كداخليه يحققوها. نعم. فبناء عليه تعقبوا 2 مخبرين، واحد منهم المخبر السري لرئيس المباحث بتاع تعقبوه عندما دخل السايبر. ده كلام شهود عيان شهود الواقعة وكلام صاحب السايبر. هم توقعوا ان هو داخل يحمل الكليب على مواقع كتيرة. فحبوا يفتشوه. هو كعزة نفسه، طب هو في مكان عام، في مكان معروف، طب ليه يفتشوه؟ قال ليه بتفتشوني؟ هل انتوا معاكم؟ لان هو عاش في امريكا واخوه معاه جنسيه، معاه جرين كارد امريكي. بس هو معهوش جرين كارد. واخوه الثاني عايش في امريكا. ووالدته معاها جرين كارد امريكا لان والده كان بيشتغل في امريكا. ايوه. فقال ليه؟ طبعا هو اخد على النظام الامريكاني. فقال ليه تفتشوني؟ فراحوا ماسكينه مكتفينه، واحد شل حركته. هو كان شعره طويل والثاني وهيبان في التشريح خصلات شعر من راسه انسلكت. الثاني راح مسكه من شعره وراح ضارب راسه في الرخامه بتاعت السايبر. الراجل بتاع السايبر قال له لا، قال لهم لا انت مش كده عندنا، هو مش فاهم ان هم مباحث. فهم اخدوه بره البيت اللي فيه الفكهاني اللي جنب البيت اللي جنب السايبر، بوابته حديد. اخدوه اول حاجه راحوا خابطين وشه في الحديد، اغمى عليه، افتكروا انه بيمثل، راحوا مكملين عليه. احد المره اعتقد صيدلي قال لهم انتوا بتعملوا ايه يا اخوانا؟ ده مات. مسك ايده ونزلها، استمروا في ضربه. انا كطبيب اسنان يعني هما بيقولوا في بيانهم ان هو بلع لفافه فموتته. طب هو مات، ايه الجروح جت منين؟ بيقولوا انه وقع من على الترولي على عينه. اللي يقع من على الترولي مش هيقع على عينه، هيقع على جنبه، هيقع على رجله. طيب اللي بيختنق طبيا بيبقى وشه ازرق، ما يبقاش وشه فيه حمار. دي حاجه. الحاجه الثانيه المجزل، الجزء العلوي من الفك وهو الجزء الامامي من الجزء العلوي متهتك واسنانه واقعه. حضرتك شفت الجثه يا دكتور؟ باصطدام بجسم صلب. دكتور حضرتك شفت خالد وهو متوفي؟ حضرتك صوت حضرتك مقطع يعني يا دكتور حضرتك شفت الجثه بنفسك؟ يا فندم حضرتك شفت الجثه بنفسك؟ ايوه يا فندم بعد التشريح. التشريح التشريح الجزء دقنه السفليه، الجزء السفلي من فكه في خياطه نتيجه للتشريح، انما الجزء العلوي ده نتيجه تكسير اسنان وتكسير جزء من الفك نتيجه للارتطام بجسم صلب. وده اللي اكده شهود العيان. صحيح ان بعض الشهود مهددين وهربوا واتخذوا من بيوتهم، لكن في ناس برضو قدروا يقاوموا وقدروا يعني طيب. يخافوا ربنا وراحوا شاهدوا. هل خالد كان بيتعاطى مخدرات؟ لا ما حصلش يا فندم. هل والدته قالت؟ حضرتك خالد ده مربي في بيته قطط سيامي وعنده مزيكا وعنده بيعمل نوتة موسيقية ومبرمج عالمي. يعني هل خالد والدته كانت قالت ان هو او يعني ما اعرفش في التحقيق؟ هذا الكلام بناء على البيان بتاع وزارة الداخلية. قالت لي ما حصلش ده، انا ما اعرفش، هم اخدوني انا طالع على البيت لقيت ابني ميت، فاخدوني قالوا لي هل هو بيشرب مخدرات؟ قلت لهم ما اعرفش، انا ما اعرفش هم كتبوا ايه، وانا طبعا في وضع ما كنتش يسمح لي ان انا امضي، يعني قالوا لي امضي مضيت. طب انتوا كاسره هتعملوا ايه؟ هترفعوا قضيه على الداخليه مثلا؟ كاسره اجتمعنا كاسره عيله قاسم دي، يعني ما اعرفش، يعني هي عائله من الاشراف
وتعدادها في محافظه البحيره واسكندريه. ايا كانت ان شاء الله يا رب اسره صغيره، لو حدث عليكم اعتداء فلكم حق. اجتمعنا وقررنا وقرروا ان الاستمرار في القضيه الى ما لا نهايه. الاستمرار في القضيه اقصى درجه قضائيه تقول كلمتها. لو وصل الامر الى الاقتضاء لمده 20 سنه هنستمر. احنا نموت غيرنا هيكمل، لان التهم اللي الصقوها بابننا لا يمكن حد يقبلها. اولا اللي بيقولوا انه هربان من التجنيد، خالد الله يرحمه معاه شهاده تأدية الخدمه العسكريه. القضيه اللي بيقولوا 7000 وكام دي مش باسمه خالص. اختبار حضرتك. طب عندك الشهاده دي يا دكتور؟ دكتور ممكن تبعت لنا الشهاده دي لو سمحت؟ ابعت لنا شهاده تأدية الخدمه العسكريه. ابعتها لحضرتك حاضر. طيب اشكرك. بقول لحضرتك طيب اسمعيني بس حضرتك. اتفضل عشان وقت البرنامج. لان احنا مكلومين، احنا ما احنا طبعا دي مش حادثه عاديه. طبعا. نفترض ان خالد ده عليه حكم اعدام نهائي ولا يقبل اي طعن او ابرام، وراح يقبض وهم معاهم حق الضبطيه ورايحين ينفذوا حكم. هل يقتلوه في الشارع قدام الناس؟ ما اظنش. لا عرف ولا قانون، لا دولي ولا الواغل ولا ايام المماليك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المخبر الخاص بتاع ضابط المباحث هو التكين اللي في الكليب يعني اللي مسك شعره وقعد يخبطه. طيب